شنو هو احسن البوم في تاريخ الراب المغربي؟ يا الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه ساعه تي في. الفيديو ديال اليوم الدراري غنديروا تير ليست وترتيب الالبومات ديال الراب المغربي، وصراحه في الراب المغربي ولا بزاف ديال الالبومات. غنشوفوا شكون اللي هربان، شكون اللي ناضي، شكون اللي عادي وشكون اللي عيان كاع. ما تنساوش لايك وسبسكرايب، وبلا ما نعطيكم لكم ليتس جو. اوكي الدراري، هذه هي لا ليست ديال الالبومات اللي اختاريت، يعني الالبومات اللي سمعتهم مزيان وعارفهم. ما حطيتش هذوك اللي ما عارفهمش ما سمعتهمش، لذلك الا بان لكم شي حاجه ناقصه راه حيت ما سمعتهاش الدراري. ما يمكنليش نكلاسي شي حاجه ما سمعتهاش. كلاسيهم على شكل التالي: البومات اللي هربانين، البومات ناضيين عاديين، والبومات خارين الدراري يعني عيالين، مع احتراماتي للمشاهدين. المهم نبداو الدراري بالبوم جاك بوت، الالبوم ديال ستورمي وطاني. الدراري عجبني شويه صراحه، كنت كنصنت له، ولكن كيجيب لي لا ديسك ما بقاوش اللايف، ما بقاوش حاضرين بزاف، فهمتيني. حتى واحد دابا بقى كيتصنت له، كنظن ديسك تنساو شويه، لذلك كنديروا عادي. هو كان اول نوبه كنشوفوا البوم ديال جوج الناس ضرب هذا الارقام ووصل لهاد الدرجه، ولكن بالنسبه لي عادي. نيكست الدراري ندوزو الالبوم واعر بزاف، اللي هو البوم غير المود ديال البيج، البوم اللي ما كاينش اللي ما تصنتلوش. كنظن انسبيرا كاع لي رابور كاع هذا الجيل هذا، ماشي الجيل دابا جديد، الجيل القديم دابا ولا القديم هذاك 2017. المهم انسبيرا كلشي الدراري هذا الالبوم، لذلك بلاصتو في لي زالبومات الهربانين بالرجوله. ومنه بزاف ديال الديسك مازالين حيين حتى لدابا، يعني مغاربه الموت، داك الخوف، داك 1986 ولا ما شنو 2006. المهم بزاف ديال الديسك نبغي كنرجع نسمع لهم، اذا يستحق بلاصتو في الالبومات الهربانه. نيكست الدراري البوم كالرز دي الوان ديال دراغانوف الدراري، اللي صراحه فنان خطير. الدراري عنده الا فوا لاسبي فيزوال والا فوا لاسبي ديال المزيكا. والمهم كنظن البوم واعر فيه بزاف ديال الديسك، انا فريمون طربوني تصنت لهم شي عام ولا عام ونص هذاك، سورتو مع لانكوني ومع طاني سيليكون ونسيت شنو الاخر ديال انكوني. المهم كان عجبني بزاف الدراري، والديسك الاخرين يعني لا باس بهم، ما طربونيش بزاف. كنعرف انه تصنتوا لهم بزاف ولقى سوكسي كبير، لذلك وتا كوتي ايماج غير جاب شي حاجه جديده، يعني داك الزربيات داك الزربيات اللور، واخا زربيات ولكن داك شي شويه ارتستيك، لذلك كنظن نديرو في الالبومات الناضيين الدراري. نيكست هو ماشي البوم ولكن قريب البوم غالا ديال المورفين. هو خرج العام اللي داز، كنا كنتسناو بزاف من المورفين، حيت قال لك 2020 يخرج شي لعيبه، ولكن فينالمون ما خرج والو في 2020 وكلشي كان كيتسنى كالا. والمورفين صراحه عرف الدراري غيفوتي راسو مع الجيل الجديد من بعد ما كان غابر بزاف، وكان عنده واحد الستيل فهمتيني داك اولد سكول. عرف انه يغيفونتي راسو ويخلي داك الالوان الموسيقيه الجديده تدخل مع المزيكا ديالو، واخا ما يبدلش الاصل ديال المزيكا ديالو لو فون ديال المزيكا ديالو. انا بالنسبه لي الدراري وكيبقى هذا اذواق. البوم كالا الدراري عادي جدا، يعني كاين دي سينجل وشي لعيبات خرجهم مورفين من بعد اللي كانوا قوى من هذا الالبوم ديال كالا. نيكست الدراري البوم هاول، هو الالبوم ديال الشوبي اللي خرج العام اللي داز على ما كنظن 2023. وصراحه كان البوم واعر اللي كلشي كان كينتظروا من بعد ما تفارقوا مع سمول اكس، من بعد ما دار ضجه كبيره داك الفرق ديالهم. سمول اكس خرج بروجيات بزاف، والشوبي ما خرج والو، غابر بتاتا في الميدان. ولكن جانب هذا الالبوم اللي فيه تراكات مزيانين مع ماد وتراك مع ليلو عجبوني بصراحه بجوج، وكذلك تراكات واحده اخر بحال دويتا كيان وداك اللي داز في كولرز. الدراري البوم بامبال ما ضربش ارقام بزاف، ولكن عنده امباكت كبير على الناس اللي هذاك كيشكروه. المهم نقدروا نديروا ناضي الدراري، ولكن ماشي هربا، حيت ما كما قلت لك ما نسى دابا بلوز او موا، يعني مابقاش الناس كيتصنتوا له دابا، ما بقاش في الشارت. وصراحه ناضي سون بلوس. نيكست البوم بلاك روز ديال ماد الدراري، هذا البوم واعر بزاف، خرج في الوقيته اللي كان فيها ماد برايم. البوم الدراري كتحس به البوم ديال بصح، يعني في واحد الفايب، في واحد لي شوا ارتستيك، يعني داك الداركنس، راكم عارفين داك الشيء ديال الداركنس وام ساد واللعيبات. انا ساد انا بيت نموت، انا ساد انا بيت نموت، انا ساد انا بيت نموت. البوم الدراري مازال ديسك منه بزاف، كنت مزك لهم كارما بيتش وداك المهم الديسك مع ليلى وتا هو ناضي، وبزاف ديال الديسك فيه واعرين. وصراحه انا كيجيني هربان، حققت ارقام مزيانين وكيجيني هربان، وصبر مزيان للتيست ديال التايم، يعني حتى دابا تصنت له يجيك مزيان. البوم الثالث الدراري ديال البيك اللي كان خرجوا من بعد جوج البومات، يعني خرج البوم غربه الموس والبوم الكحل ابيض، ولكن الثالث كان موراهم، وكان يعني بدايه النهايه ديال البيك رقم واحد ديال البيك الفيرسيون القديمه. وصراحه كان بغا يديروا انتي سيستيم، ولكن في التالي ما كانش فريمون انتي سيستيم بزاف، بحال شويه البيك باع الماتش. ولكن المهم
المهم انا كيجيني عادي، كان في واحد الديسك زوين هو القالب، لذلك كنديرو عادي. الدراري ما كانش عنده داك لامباكت كولتوريل اللي كان عند مغاربه الموت. عزي عنده ستيلو الدراري تا هو كيجيني تا هو البوم خرج سابق وقته. الدراري خرج ديال ديزيدروس، خرج شحال هذه الدراري، وكان اول البوم يعني ستركتوري بطريقه مزيانه ومن الاول حتى التالي. ويست سايد الدراري فايب، ولكن بالنسبه لي انا ما مزكنيش بزاف من ناحيه المزيكا. كيجيني داك الشيء فهمتيني، داك الشيء بحال الكلاسه دابا داك الشيء ولا قديم بزاف، يمكن لك تصنتلو دابا يجيني قديم. انا كيجيني ما صبرش للتيست ديال التايم. والمهم هذا الراي ديال الدراري كيجيني شويه اوفر ريتد صراحه. هذا الالبوم كاميليون الدراري اول البوم ديال توتال اللي دار ضجه كبيره، واللي صراحه الدراري نتنطلو بزاف فاش خرج، ومازال نوبا كنرجع شي دياسك ديالو. واول البوم في المغرب كيجيني دار دي فيتشرين الانترناسيونال واعرين بزاف، طلعوا النيفو بزاف، وبحال دامسو بحال داك الالماني بحال عروبي. المهم ان بروجي كومبلي فيه برود واعره، فيه دي فيت انترناسيونال، ولي بريستاسيون ديال لي فيت كانوا مزيانين حتى هما. سوا الدراري نديروا البوم هربان صراحه، حيت مازال كنتصنتلو، والارقام ديالو هو اول البوم في المنطقه العربيه يعني ارقاما، سو يستاهل لارجمون يكون في الالبومات الهربانين. نيكست الدراري لا ستريت ديال حليوه. لا ستريت ديال حليوه الدراري اللي صراحه اكثر بروجي غاطي بالنسبه لي الدراري، حيت حليوه كان في الاوج ديال العطاء ديالو 2017 2018 2019، ولكن ما قدش يترجم داك الشيء الالبوم ولا شي بروجي كويرون ولا شي بروجي كومبلي. هاد لا ستريت هذا كنشوفو حتى هاد الارت ديالو كان نقل الارت من عند 69 اللي كان دار البز داك الوقيته، كان يمكن له يدير شي حاجه بلوز اوريجينال، بلوس مع ليماج ديالو، بلوس مع داكشي اللي كان كيخرج. فكلشي عاقل الدراري داك لا بيريود اديداس نيك دي تي داك وطلع العالم. المهم داكشي كلاسيكس الدراري، ولكن ما قدش يترجم داكشي الالبوم. مي ابار سا كنظن انه ميوزيكالمون البوم فيه شي دياسك مزيانين، يعني الا تعاودتي تصنتي لهم دابا يقدروا يعجبوك، وفيهم شي فايب فهمتي، ديك فايب ديال الديبريشن، ديك اللعيبه ديال المهم شي فايب كاينه تما لداخل، صعيب تلقاها ولكن كتلقاها الا طلقتي الالبوم، ولكن ما خداش حقه، واصلا ما كانش مخدوم 100%. سو جازيت ما بنديرهم بين عادي وناضي. نديرو عادي حيت صراحه تنساو هو ماشي احسن من هادو. نيكست مره كان دريم الدراري ديال طاني اللي هو قال اوبي ولا البوم ما عرفش، ولكن نعتبره البوم. اللي كان الدراري حتى هو البوم لا باس به، نحطو عادي الدراري. فيه دياسك زوينين، فيه فيتشرين مع لا على ما كنظن، فيه داك كيكي اللي كانوا حتى هما ضربوا الارقام، وصراحه دياسك ناضين بداك الفايب ديال طاني فهمتيني، لا حاقره وداك الشيء. ولكن المهم نديرو عادي. نيكست ندوزو الالبوم 27 ديال توتو اللي هو البوم جنب بعد كاميليون، ثاني البوم الدراري اللي تا هو صراحه كان لا باس به، ولكن انا ما مزكنيش بزاف اون طونك فهمتي بيرسونيلمون، ما مزكنيش بزاف على حسب الاذواق. ابخي هادشي كله الدراري كيبقى اذواق واراء، سو بحال ولا ما اتفقوش، ولكن المهم هادشي كله اذواق ونحطو عادي، لانه يعني كنظن انه داك ولا ان بو بلو كوميرسيال، وفقد داك الطريقه اللي كنا كنتيدونتيفيو به، ما بقاتش ذا سيم فهمتيني. سو بالنسبه لي ان بو موان ريوسي كو لو بروميير. نيكست الدراري واحد من لي زالبوم فافوري الدراري سافار، اللي نحطوه هو الطوب الدراري بالنسبه لي. البوم ديال هذا البوم نوض المشاكل، كان هو السبب ديال الفراق ديال شايفين على ما سمعنا ولا ما شفنا في داك البودكاستات، ولكن صراحه كيبقى البوم واعر اللي خلانا نتسناو الالبوم. انا اول ما كنت كنتسنى البوم مغربي يخرج فهمتيني ديال سافار، ما كناش كنعرفوا لي زالبوم. عطى واحد دار واحد بروجي ستركتوري مع اسماء خارج المغرب، لومبال كوبالادي ودوسي، وخرجنا سينجل بسينجل، لي سينجل كانوا ناضيين، والدراري كلشي كيعرف الكلاسيك مونيكول وشنو واحد اخر وتبعوا دي دوكيومونتير، يعني داكشي كان فيري بروفيشنال، وتا ميوزيكالمون عجبني بزاف. سو كان مازال كنت مزكلو نوبا. سو اي ثينك الدراري هذا البوم هربان صراحه. نيكست الدراري البوم جنه، البوم ديال الطفله الدراري اللي اي اللي الطفله اخوتي مع كامل احتراماتي، وانا فان كبير ديال الطفله. اللي ما باش تعرفوا الدراري شوفوا الفيديو اللي سبق هذا ديال التيليز ديال الرابر درتو جوت، ولكن الطفله خربقه بزاف هذا الالبوم الدراري. البوم ما فيهش دياسك مزيانين، فيه فيتشرين مع اورنيت لافراب لي انترناسيونال اللي كان فيه اورنيت لافراب قصر بحسن من الطفله بزاف، فيه مع الفرده، فيه مع شي مولا جوبونس واحد ديسك مولا مع واحد مع هولندا. المهم الدراري دي
الالبوم ما كانش كاع ستركتوري، ما عنده الاساس لا راسو، ما عرفناش، ما كتعرفش فهمتي علاش كتمزك فاش كتمزك لو دياسك راندوم، و تا كومونيكاسيون داكشي ما كانش مزيانه. سو اي ثينك خاري الدراري بالرجوله، رغم انني الدراري عزيز عليا الطفل وكنصنت له بزاف، وتا واحد ما ينكر الدراري الطفل لي كلاسيك برام 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 استوار اللعيبات، المهم راكم عارفين. ولكن هذا البوم خاري بالرجوله. نيكست الدراري ايسبرغ ديال ستورمي اللي نديرو البوم ناضي الدراري، لانه في فتره فين ما بقى حتى واحد كيخرج، ما بقى حتى واحد كيخرج لي زالبوم، بقى حتى واحد كيخرج دياسك الدراري من بعد 2022 قضيه ماتت في الراب المغربي. جانا ستورمي وخرج البوم ايسبرغ اللي خرجه بطريقه مزيانه الدراري، داك لي كليب بروفيسيونيل راكم شفتوا داك اللعيبه ديال بوبو داك هون اللي كيشطح ولا ايفري وير الدراري تطيروا له الكونت ديالو تيك توك وفجر المغرب. وصراحه دياسك فيه مزيانين، مون مارادونا بوب 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 بوب. سو الدراري صراحه يستاهل يكون ناضي. طونطون ديال الفرده حراده ماشي حقاده الدراري، كنظن البوم عادي ما بين عادي وناضي الدراري. عادي حيت نقول لك عادي حيت الفرده كيعرف يخرج لي سينجل بزاف، ما كيخرجش لي زالبوم مزيانين. لي زالبوم كتلقى فيهم بزاف ديال دياسك عيانين ما كتفهمش اش حطهم تما، ولكن كتلقى شي ديسك ولا جوج مزيانين. سو يصلح يكون عادي صراحه. نيكست كريستال الدراري، كريستال ديال العصام، كريستال البوم ناضي دو زيد الدراري. كان يمكن لي يكون هربان ولكن ما دارش داك لامباكت بلاسين بزاف. سو اي ثينك كنديرو عادي. وصراحه الالبوم عجبني بزاف، مازال كنتصنت له دابا لحد الان، وفيه دي شوا ارتستيك زوينين، فيه شي حاجه مبدله على شنو كاينه في الساحه، وفيه بزاف ديال التراكات وسولو، يعني ما فيهش دي فيتورين، وقف على رجليه بوحدو. سو اي ثينك اتس ا جود وان، يقدر يمشي حتى لي زالبومات الهربانين، ولكن نحطو في ناضي. اوميرتا الدراري ديال الحاري، بون جاني البوم عادي ما فيهش شي حاجه سبيسيال صراحه، فيه جوج دياسك مزيانين اللي عجبوني، لو ريست كله كان مويا. سو نحطو في عادي. نيكست الدراري البوم ارقام ديال يوس 45، ارقام ديال يوس 45 الدراري. هذا اللي ما كيعرفش هذا الالبوم الدراري، هو البوم كل نهار فين ما كيخرج ديسك كيزيدو في هذا الالبوم كيسميه رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المهم ما عرف فين وصلت لدابا، المهم عنده الاساس لا راس، نبغي كتلقى شي ديسك مزيان، ولكن اغلبيه الدياسك فهمتيني ماشي نفس النيفو ديال الالبومات الاخرين. داكشي تا راجع لنقص الموارد الماديه ممكن ولا شي حاجه. المهم كيبقى مجهود مزيان، ولكن كنظن خاري الدراري بالرجوله. نيكست الدراري البوم عربي ديال الانكونو اللي يمشينيش الكاز الاولى الهربه الدراري. البوم جا في البوم واعر الدراري، اكون ما كيتكلمش بزاف، ما كيبارطاجيش بزاف، ما كيهضرش بزاف، ولكن فاش كيخرج شي حاجه ناضيه كلشي تصنت له الدراري، ولحد الان مازال كنصنت له شي ديات. البوم عنده واحد الفايب فهمتي ميدل ايست، فايب ديال عربيه بامتياز، وكتحس بها في الدياسك، والدياسك كلهم كانوا مخدومين مزيان وداروا امباكت كبير في الساحه، وعطاو اسم الانكوني الدراري، وجاب كذلك شي اسماء غابره ولكن زوينه بحال هندي زهره، وداكشي كان ناضي صراحه، ومازال كنتمسك له لحد الان. اوكي الدراري نيكست البوم كوشمار ديال الفرده اجين. هذا الالبوم الدراري حتى هو نديرو عادي. الفرده كما قلت لكم ما عندوش مع الالبومات بزاف، كيحط البومات كيحط فيهم شي جوج دياسك كيكونوا بانجرز، ولكن الشيء الاخر كيكون الدراري ميد. مع كامل احتراماتي للجماهير ديال الفردتين، راه جمهور الفرده الدراري حراده ماشي حقاده، ولكن البومات ماشي ما بعدا كتعطيه، بعدا على الاقل كيخرج البومات، ولكن كيكون ما كيخرجهم شويه بزاف، كياخذش وقته في الخدمه. اوكي الدراري نيكست عندنا دون بيك الدراري البوم الاخر عين، اللي صراحه انا ما تصنتلوش الدراري، ما تصنتلوش بزاف، تصنت لشي دياسك كيخرجوا من هنا ومن هنا، هذوك الدياسك مع دكي ومع داك رضا الطلياني ومع صناجي، المهم داك الدياسك تري كوميرسيال ما عجبونيش بزاف، جاب لي الله جابهم غير على الاسماء، وداك الشيء ما كانش عنده داك لامباكت، وجاني غير تخربيقه وصافي، ما خدمش مزيان. سوا الدراري نديروا البوم خاري بالرجوله. وفاينال الدراري عندنا البوم ديال نيسيو اللي هو اتموسفير الدراري. اتموسفير اللي بروجي ديال نيسيو خرج فيه دياسك كيعاود فهمتي عليه، كيعاود على قصه، كتسمع من الديسك الاول الديسك الاخر كتسمع القصه ديال الديبريشن، وفهمتيني داك الحياه الباطيخه وداك اللعيبات وكيفاش كيفايتي مع راسو. وصراحه البوم فيه قصه كتبع من دو ا زد، وداكشي اللي عجبني.
وتا الليريكس وداكشي كان ناضي. سو داكشي علاش نحطوا الدراري البوم ناضي بالروج. سو الدراري هادي يلاه ليست ديالي ديال الالبومات المغربيه رتبتهم على حسب الذوق ديالي. نتمنى يكون عجبك الفيديو، ما تنساش لايك شير وسبسكرايب، وخلي لي لافي ديالك في الكومونتير الدراري اللي ان البوم عندك انت هو الطوب او ان الالبوم عندك عيان. ولا ما اتفقتيش معايا قول لي علاش. شكرا على المتابعه، وصلتي حتى لهنا وباي باي.